مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده انا جيت اعمل معاكم يعني اكله شبابي اكتر، مش طبيخ وحاجات زي كده، لا هي تعتبر نواشف شويه. جايه اعمل معاكم رز بالكركم. تعالوا تشوفوا هنعملوه ازاي مع بعض، وهنعمل فراخ وتعالوا برضو نشوفوا هنعملوها ازاي مع بعض. يلا بينا. دلوقتي انا معايا انا هعمل شويه رز صغيرين، فهعمل هنا تمام اهو. اولع كده النار الاول، احط شويه ميه كده، اولع بقى النار. طبعا منقيه الرز وغسلاه كويس اهو، نحطه كده ونقوم صافين الرز بتاعنا ونجيب معلقه يا ماما. ايه منوراني بوجودك يا ايه. اهلا بيكي في مطبخ ايه. عامله ايه؟ كويسه. هتاكلي معايا ولا ايه؟ هاكل. مفيش اكل على الاكل على قدي. لا الحمد لله الاكل كتير. على قدي. ما هو ده على قدنا احنا الاثنين برضه. برضه؟ ما ناكلوش كتير. انتي راشقه برضه؟ مبقاش ماما حركات يا ماما. نحطوا كده الملح بتاعنا اهو تمام، ونحط بقى ايه شويه كركم. معايا كركم اهو، لسه مش عايزاه اصفر قوي، او مش عايز طعم الكركم يبقى قوي يعني جامد، فهو حلو كده. نحط حبه كمان اهو. طبعا زي ما انتوا عايزين بقى، عايزين تزودوا زودوا، مش عايزين خلاص. انا ما بحبش ايه اصلا طعم البهارات جامد يعني، فبحط حبه صغيرين تمام. هجيب بقى شويه زيت اهو. طبعا عايزه اعمل بزيت، عايزه اعمل بسمنه، انا النهارده حابه اعمل بالزيت. اقلب كده ونغطي الرز تا 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 تا، وعملنا اول وصفه. ايه رايكم؟ مفيش اسهل من كده. يلا بينا نعمل الوصفه الثانيه. دلوقتي انا معايا هنا فراخ تمام، ما قطع ماما بصراحه كتر الف خيرها، ساعه الصبح قطعتها لي كده جزل بالمنظر ده. بقى لما نقلوها وغسلتها ونضفتها، طبعا لو فيها ريشه فيها حاجه لازم ننضفها كويس ونغسلها تمام، وننقعها في شويه خل كده عشان تشيل اي زفاره تمام. حطي زيت يسخن على النار. ما انا هحط برغي شويه يعني. لا حطيه يسخن على النار. طب برغي معاهم شويه. لا 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 والنبي يا ماما. لا 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 حطي زيت الاول يسخن على النار. انتي انتي دلوقتي انا معايا الطاسه اهي فيها شويه زيت اللي هقلي فيهم. هنولع على الزيت عشان ماما ما تزعلش تمام. معايا ايه بقى؟ انا هنا معايا شويه دقيق، حطوا عليها بسم الله الرحمن الرحيم شويه ملح تمام. هزود عليهم شويه نشا. اجيب معلقه تانية كده اهي، هزود بقى ايه نشا كده. كفايه كده؟ حطيت حبه كمان؟ لا. ليه يا ماما؟ انت زعلانه مني ولا ايه؟ حطي عليهم الكركم. ايوه حط. بصوا بقى هحط شويه، ممكن يعني اللي بيحب طعم البابريكا ممكن يحط بابريكا هتبقى حلوه، اللي مش عايز ممكن يحط كركم، يعني حطوا اي حاجه انتوا تحبوها. انا عايزه النهارده كركم في كركم، فايه فحطه. ممكن برضو تحطوا عليها شويه توم باودر، هيبقى طعمه حلو. بصل باودر فيك عشان ما تطعمهوش حلو كده تمام. هنقلب بقى كده ونشوفه. تصدقوا حبه الكركم ما بانوش في قلب الفيلم. زودي حبه. ايوه، تحسي ان ريحته عامله زي ريحه الحنه الاسواني. طب والله ها عارفين انا لما ازود البهارات ما بتفرقش معايا، باكل البهارات، لكن ماما بتفرق معاها، هتقوم سايباني نايبها. صح يا مامي؟ ايوه انت قاعده تحت مني على طول.
اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. تمام. جاهزه يا حاجه؟ جاهزة يا ايه؟ مجبتلناش ورق مطبخ نحط عليه؟ فعندك قدام في الدولاب اللي هناك. شطوره يا ماما، جاهزه. احط هنا بقى شويه ميه، معايا شويه ميه تصدقي؟ لا عايزة كمان. ازود ميه، ازود ميه، ازود ميه. هتقولي طبعا اعمل ايه بالميه، ما انا مش هقول لكم، شوفوا بنفسكم. اهو معايا هنا العلبه او الطبق اللي معايا، حاطه فيه شويه ميه بس كتير شويه. تمام. الزيت لسه ما سخنش. نجيب ورقه مطبخ. أمنية حياتي كنت افتح كافيتيريا بصراحة. هات الكركم ده. عايزة الكركم اهو. خليتشيه شوية. نجيب الطبق بتاعنا. عشان انا بنوتة منظمة. بسمع الكلام. شايفة اهو بحط منديل اهو. تمام. تبتدي بقى قبل ما الزيت بدأ يسخن اهو. يلا بينا. يلا بينا. يا ماما. ايه؟ بسم الله. بسم الله. الله اكبر. سلام هتطلعيا ولا ايه؟ الرز بتاعنا بيغلي، هنوطي عليه. ايوه. ايه ده دي بتشمر لها. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب الفرخه، هنحطوها في نمليه، هنحطوها في الدقيق او في الخلطه اللي احنا عملناها. تمام. وبعد كده من الدقيق هنحطوها في الميه، ومن الميه هنرجعها للدقيق، وبعد كده للزيت. تقدري بديهم الاول كلهم بعدين اعملي اشتغلي تاني. ماشي مش فارقه. ماما شوفوا احنا بقى هنعذبها. تمام. يلا بينا. بصوا ماما بقى مقطعاها جزر كده. اشيل دي واخليها. وتشيليها ليه؟ خليها. ضايقاكي في حاجه؟ مزعلاني. يديكي ماما حاجه تزعلني؟ بصوا الدبوس اهو كده كده. ريحه الكركم طالعه ايه. تمام. اهي شايفين كده. ماشي. نبتدي بقى نعمله ايه بقى، ايه نحطه في الميه بتاعتي. مضايقاني انا مش عارفه ليه كده. ونقوم عاملين كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاسه ان في حاجه مش عاجباني. في حاجه يا ماما؟ اهو شايفين كده. هتقرمش بقى معانا، والنشا هنخليه طبعا يقرمش معانا. اهو. حطي النار في النص. اهو. لا احنا متفقناش على كده، ماما زعقانه يا ماما. زعقانه. لا عيب. اي ماما بصي النار بتحرق بنتك ازاي كده يا ماما. يرضيكي انت كده. اهو شايفين كده. احنا عملناها مره بخلطه كده، لو اللي متابعني فاكرها. عايزه اقول لكم انها قرمشت. تمام.
لا هي مش حلوه كده ومش هتفتح على كده. انا هكمل القليه بتاعتنا تمام. فاضل عيش صوره هعملها وهرجع لكم تاني. وده حبايب قلبي منظر سفرتنا. ادي الرز ابو كركم الاصفر بتاعنا، تحسوا كده شبه الكشري الاسكندراني. شكله حلو فاتح. طبعا اللي عايز يغمقه زي ما قلت لكم يغمق براحته. دي السلطه بتاعتي اللي عملتها وشيبسي تمام. وادي الفراخ بتاعتي، عايزه اقول لكم ان هي بصوا ناشفه ازاي، طريه من جوه. جربوها واعملوها لاولادكم هيحبوها. طبعا ممكن تغيروا بالطعم زي ما قلت لكم، ممكن تحطوا بابريكا وتوم باودر بصل باودر زي ما كل واحد ايه ويحب يعني. ممكن برضو تحطوا زعتر في التتبيله هيبقى جميله. كل واحد يشكل زي ما هو عايز. الاكل مش بيقف على وصفه ولا بيقف على حاجه يعني، مش كتاب انظر، لا احنا ممكن نفنن ونعمل اللي احنا عايزينه، مش كل حاجه بنشوفها بنقلدها بالتفصيل تمام. يلا بقى اسيبكم عشان اروح اتغدى. كان معاكم آية محمود، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنتات بتاعتكم الجميله. يلا باي، اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني قوي. باي.